سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ومرحبا بكم معايا دائما في قناتي. وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله راح ندير معكم وصفة البسبوسة اقتصادية سهلة وليه يعني تحضروها غير بزوج حبات بيض فقط. راحين تتحصلوا على اروع وابن بسبوسه غير بزوج حبات بيض فقط. اذا نروحوا نشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. هنا راح نبداو بالشربات. درت كاس تاع السكر مع زوج كيسان نتاع الماء، وراح ندير عليهم هكذا شريحه الليمون. راح ندي الكاسرونه للنار ونخليها تغلى. كي تبدا تغلى نبداو نحسبوا 10 دقائق ونحيوها. وانا راح نديرو الخليط نتاع هذه البسبوسه. هنا عندي زوج حبات نتاع بيض، ضفت عليهم مغرف صغيره نتاع لافاني، وراح نزيد نضيف عليهم هنايا كاس نتاع سكر يعني ماشي معمر ناقص اسبوعين. هنا هكذا ونبدا ندخل هذاك السكر مع البيض ونخلط هكذا بالفوي. وانا راح نزيد نضيف كاس تاع زيت ناقص اسبوعين هو جاني كيما يعني السكر نفس القيس تاع السكر ونتاع الزيت ونتاع الحليب تاني. هنا كما قلت لكم نضيفوا الحليب كاس ناقص اسبوعين. وهنا راح نخلط هكذا مليح هكذا بالفوي. هنا عندي السميد، يكون السميد ديالكم متوسط. هنا ضفت كاس الاول نتاع السميد، زدت ضفت يعني زوج ساشي نتاع خميره الحلويات. ندخل هكذا مليح هذاك السميد هكذا في الخليط. وانا حنزيد نضيف الكاس الثاني نتاع السميد، يعني درنا زوج كيسان نتاع السميد. كما قلت لكم السميد ديالكم يكون متوسط. هنا زيد ندخل هكذا مليح هذاك السميد في الخليط. ويعني كما قلت لكم هادو المقادير يعني حسب السنيوه اللي عندكم. هذه السنيوه القيسه ديالها 25 على 25، يعني هادو المقادير مضبوطين بالنسبه للسنيوه 25 على 25. واللي عندها يعني سنيوه كبيره راح يكونوا المقادير يعني اكثر من هادو. هنا كما راكم تشوفوا هذه هي السنيوه ديالي اللي درت فيها. كما قلت لكم القيس ديالها 25 على 25. هنا دهنتها بالزيت وفرغت هذاك الخليط تاع البسبوسه. هنا هكذا نخبطوا هكذا شويه يعني باش ما تجينيش البسبوسه جهه طالعه وجهه هابطه. راح ندخل البسبوسه ديالي طيب، يكون الفور ديالكم سخون من قبل. هنا بعد ما طابت لي البسبوسه هذيك جبدتها وهي سخونه. راح نجيب هذيك الشربات نكبو هكذا الشربات، واللي يحبها يعني حلوه بزاف يكتشر يعني الشربات. هنا زدت درت هكذا كتزين من الفوق بشويه كاوكاو. كيما تاني تقدروا تزينوها بنواه كوكو، ولا تاني تزينوها يعني ترشوا ليها السكر فقط من الفوق. يعني التزيين هنا يقعد اختياري. وهنا راح نقسمها هكذا معاكم بالسكين. وكما قلت لكم هذه المقادير راهي مضبوطه بالنسبه للسنيوه 25 على 25. وكي تكون عندكم سنيوه اكثر من هذه راحين يكونوا المقادير اكثر من هادو اللي درت. هنا كما راكم تشوفوا راح نقسم معكم هكذا حبه باش تشوفوها كيفاه جات خفيفه. قلت لكم جات روعه روعه. هايديكم كما راكم تشوفوا
جربوا هذه البنات الوصف تاع البسبوسه على طريقتي، غير بزوج حبات بيض فقط، جات بزاف هايله، جات مشربه وبنينه.